مساء الفل على بتوع الكوره. وماتش الاهلي وفلامينجو البرازيلي اللي انتهى بنتيجه 4-2 لصالح فلامينجو في مباراه غير عادله بالمره. يا دنيا، ايه وراكيش غيري ولا ايه؟ ندخل في الشوط الاول وكولر ابتدى بطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو اللي هو حاجه في منتهى العقم، وفعلا الشوط كان ممل جدا. الشوط ابتدى بضربه جزاء لفلامينجو واحرزوها، وبعد كده عبد القادر في الدقيقه 30 قدر ان هو يحرز التعادل من ضربه ركنيه. بعدها اللعيبه ابتدت تفك وابتدت تقف على رجلها بعد ما كان في هزه واضحه جدا في الشوط الاول. ابتدينا بعدها نروح ونستحوذ وشوطنا كذا كره على الجون وشكلنا خطوره عليه. ابتدى الشوط الثاني وكولر قرر ان هو يضغط عالي على فلامينجو بعد ما عرف ان اللعيبه بتاعتهم عاديه جدا ومفيش فروقات كبيره، واللعيبه كانت اخذت الثقه بتاعتهم. وفعلا في الدقيقه 60 احمد عبد القادر يجيب جون عالمي، بس الحلو ما بيكملش، خالد عبد الفتاح يتطرد. قرر كولر ينزل محمد هاني ويدافع التلت ساعه اللي فاضله، بس كابتن محمد الشناوي كان ليه راي تاني تماما عشان يضيع علينا الماتش ويبوظه بطلعه عجيبه غريبه. انا مش عارف هو لمس الكوره ولا ثبتها للمهاجم ولا عمل ايه بالظبط. المهم في 5 دقايق لقينا فجاه النتيجه 2-2 3-2، فقرر كولر ان هو ينزل ديانج وينزل الشحات عشان يلحق اي حاجه من الماتش. وطبعا قبل الماتش كانت الناس مستغربه ليه ما يبداش بديانج، طب فين محمد هاني، طب فين حسين الشحات. واعتقد الملعب رد في التلت ساعه او الربع ساعه اللي اللعيبه دي نزلتها، بكل واحد نزل عمل كارثه. محمد هاني نزل عمل بلانتي علينا، اليو ديانج نزل اسيست على طول للعيبه فلامينجو، اول كوره ليه تقريبا في باص غريب وعلامات استفهام جدا على مستوى ديانج. حسين الشحات مارادونا نازل، هو ادوني الكوره انا هعمل كل حاجه لوحدي، عايز يشوط ويعدي وهو واقف اساسا، نزل ما جراش سبرنتين على بعض. فاتضح جدا جدا ليه الثلاثه دول كانوا قاعدين. ده غير ان اللعيبه اللي في الملعب نفسها ما كانتش واقفه على رجلها، الاجهاد البدني باين على كل اللعيبه. ويخلص الماتش بنتيجه تقيله عكس مجريات الماتش تماما، بعد كور ضيعناها وكنا نقدر نكسب مستريحين، لكن محمد شريف كان ليه راي تاني. وندخل في الحالات، وهنا في كوره لبيرسي تاو نسخه كربونيه من كوره مجدي قفشه في الماتش اللي فات، ولو اني شايف ان الكوره دي اسهل لانها على الارض وجايه له بالراحه خالص، ولكنه يضيعها بطريقه غريبه جدا. فهل هينال من الانتقادات نفس اللي ناله محمد مجدي قفشه ويشيل الماتش زي ما مجدي قفشه شال الماتش اللي فات؟ وكالعاده لقطه شريف بتاعت كل ماتش انفراد تام والنتيجه 2-1 والدقيقه 75 كانت ممكن تخلص لك الماتش تماما، لكن محمد شريف كان ليه راي تاني عشان يضيع الماتش علينا. ندخل في التقييمات، واللي حابب يعرف اي احصائيه عن اي لعيب يقدر يعمل بوز للفيديو. محمد الشناوي مهزوز واداؤه غريب وعجيب وشايلنا الماتش، وانا شايف ان هو السبب الرئيسي في ضياع الماتش النهارده، 4/10. علي معلول كان فاتح شوارع في ظهره النهارده وتسبب في بلانتي وضيع بلانتي. هو عمل اسيستين بس النهارده كان وحش جدا، 5/10. محمد عبد المنعم 7/10. ياسر ابراهيم 6/10. خالد عبد الفتاح كان مهزوز شويه في الاول لغايه ما دخل في الماتش وكان اداؤه من احسن اللعيبه اللي في الملعب اساسا لغايه الطرد. حمدي فتحي نجم الماتش الفعلي بالاداء اللي عمله والقتاليه اللي كان فيها طول الماتش، وخساره السكور ده يضيع مجهوده وتعبه. مروان عطيه انت المفروض لاعب رقم 8، تتحكم في اللعب وتصنع لعب بدل صانع الالعاب اللي مش موجود عندنا، فمستنيين منك اكتر، 6/10 عشان عمل مجهود النهارده جبار. نيجي بقى لخط الهجوم الجميل، طاهر محمد طاهر. انا يعني لو قلت واحد مش عارف هديهولك على ايه. عدي. بيرسي تاو انا مش عارف انت محترف ولا صفقه اجنبيه ولا صانع العاب ولا مهاجم ولا جناح ولا ايه بالظبط، يعني انا مش لاقي ميزه في كل دول، انا مش لاقي فيك ميزه، يعني انا مستغرب انت قاعد عايش بتلعب كوره ليه؟ احمد عبد القادر ما كانش فايق قوي الشوط الاول ومع ذلك جاب جون، والشوط الثاني قدر يجيب جون عالمي وعمل اسيست لمحمد شريف وده انفراد، وهي دي اللقطات اللي احنا بنحب فيها احمد عبد القادر عشان عنده ثقه وايجابي على المرمى. محمد شريف لله الامر من قبل ومن بعد. نزل محمد هاني عمل خروجه، نزل حسين الشحات كابتن ماجد قعد يلف بالكوره حوالين نفسه، الكوره دي بتاعته محدش هيلعب معاه غيره. نزل اليو ديانج اول لمسه اسيست للمهاجم، ما شاء الله 3 اصفار. وفي الاخر يخلص الماتش ونخسر من بطل امريكا الجنوبيه وحط تحتها 100 خط في ماتش ما كناش نستحق فيه الخساره ابدا. ما تنسوش اللايك والشير واشوفكم الماتش الجاي على خير.